أنا اسمي سندس، متجوزة وعندي 25 سنة. عندي 3 ولاد، الكبير فيهم عنده 15 سنة، أما الصغير بقى عنده 7 سنين. جوزي بيشتغل موظف عادي، وعلاقتي بيه كلها تعتبر روتين في روتين. ولما بيحصل بينا موضوع يعني العلاقة وكده بيحصل يعني مرة في الأسبوع، يوم الأجازة بتاعته. هو أوقات كتير ممكن ما يحصلش، علشان هو أصلا بيرجع في وقت متأخر من شغله، وبيروح كمان يقعد مع صحابه على القهوة، ودي حياته دايما. قليل لما بنقعد مع بعض أو حتى نتكلم. أنا حياتي تعتبر كانت عادية جدا، كلها روتين وملل، لحد بقى ما في يوم من الأيام حصل معايا اللي أنا هقول لكم عليه دلوقتي. في يوم من الأيام كنت رايحة كده أشتري شوية حاجات من السوق، من السواق عادي يعني، وأشتري شوية هدوم للعيال. ركبت العربية عادي وكانت لسه فاضية، والسواق كان واقف علشان عمال يحمل الركاب. وفي الوقت ده جت ست كبيرة وركبت جنبي، وبعدين العربية كلها الناس اتلمت عليها، والناس ركبت فيها لان اصلا ما كانش فيها عربيات كتير. وجي شاب كده طويل عريض، ما اقولكمش على شكله يعني وجماله، بس وقف يعني علشان ما كانش في مكان يقعد فيه. وبعدين بقى في السكة في وسط الطريق نزلت بس الست اللي كانت قاعدة جنبي، اللي هي الست الكبيرة اللي كانت قاعدة. والشاب ده كمنه كان واقف وتعب، فراح قاعد جنبي وقعد مكانها. وبعد شوية كده حسيت فجأة كده ان رجل الشاب بتتحرك جامد قوي جنب رجلي وقريبة مني قوي. بس انا طبعا ما اهتمتش وقلت يلا يمكن مش قصده، او هو مثلا يكون مش واخد باله. بعد شوية كده لقيت الشاب ده مسك مجلة كده كانت معاه وعمال يقرا فيها. قلت لنفسي ده شكله محترم ومؤدب، يمكن بقى مش قصده باللي عمله ده. بس يعني عيني جت كده عليه، لقيت المواضيع عنده مش طبيعية. فانا فهمت ان هو بقى اكيد بقى كان قاصد الحركات اللي كان بيعملها. ما قدرتش ان انا افضل راكبه في العربيه علشان يعني ما اضعفش وكده، وانتوا اكيد فاهمين. واتكلم مع الشاب، فطلبت بقى من السواق ان هو يقف على جنب علشان ان انا انزل من العربيه. وبعد بقى ما السواق قلت له نزلني هنا، علشان طبعا لقيت الشاب ده مش تمام، فروحت نازله. بس برضو حاولت وانا بنزل ان انا اوسع لنفسي الطريق ونزلت، والمفروض طبعا ان كان لسه بدري قوي على المكان اللي المفروض انزل عنده. بس قلت لنفسي مش مشكلة، احسن ما كنت فضلت قاعدة جنب الشاب ده، وكان ممكن يعني اضعف واتكلم معاه وكده. فنزلت ومشيت في الشارع، ووقتها بقى الشارع ما كانش فيه حد خالص، الشارع كان فاضي، علشان احنا كنا في يوم شتاء، وانتوا عارفين الجو والشتاء والناس هادية، فمحدش بيطلع كتير. والساعة كمان كانت 10 الصبح. بعد 5 دقايق بقى من المشي اكتشفت حاجة غريبة جدا. ببص فجأة كده ورايا، لقيت الشاب اللي كان راكب جنبي في العربية، لقيته بالظبط ورايا. ولقيته بيقول لي لو سمحت، معلش يا ريت ما تزعليش مني، انا حسيت ان انا ضايقتك او انتي اتضايقتي مني في العربيه، ونزلت بقى مخصوص علشان ان انا اتاسف لك. وفضل يتاسف لي فعلا كتير. بس انا كده قلت ما بيني وما بين نفسي لا، الراجل ده اكيد مش سهل، واكيد يعني كان يقصد يتكلم معايا علشان يعني يتعرف عليا وكده. بس قلت له لا لا خلاص، مفيش اي مشاكل، مفيش مشكله وحصل خير. وكنت همشي فعلا واسيبه، بس لقيته كده وهو بيتكلم عرض عليا ان هو يمشي معايا، وكمان كان عايز يوصلني، مش عارفة ازاي طبعا انا وافقت. بس على كلامه مشيت معاه، وما كنتش عارفة افكر في اي حاجة، زي ما يكون كده كنت متبنجة بالظبط. حتى كمان ما كنتش عارفة اتكلم خالص. لكن هو فضل يعني يعتذر لي وكده، ويقول لي معلش انتي زي اختي. وقال لي كمان انا مش عارف ان انا اتشددت ليكي ليه، بس يمكن كده انا حسيت ان في حاجة مختلفة وشدتني ليه، علشان كده كملت ومشيت معاه. انا كنت بسكت ومش برد عليه، وكنت فاهمة كلامه، بس يعني فضلت ماشية معاه واحدة واحدة وانا ساكتة. وبعد شوية تعرفنا على بعض اكتر، واخدنا على بعض. وبعد شوية كده واحنا ماشيين كنت هقع، كنت هتكعبل يعني في طوبة كانت على الارض. فهو مسكني علشان يلحقني، بس بصراحة مسكته ليا كانت جامدة قوي. وانا وقفت كده وعدلت نفسي وبعدت عني شوية. وبعدين كملنا ماشية عادي، وفضلنا نتكلم كتير أوي، اتكلمنا في كلام كتير، وعرفنا عن بعض حاجات كتيرة أوي. وانا بقى كنت فرحانة بشكله وطوله وجماله وعرضه. وكنت بقول معقولة يعني انا امشي مع الشاب القمر ده، اصل هو كان عامل كده زي الممثلين بالظبط اللي بيطلعوا في الافلام. وفضلنا كده معظم الوقت عمالين نتكلم مع بعض، وكنت مرتاحاله جدا في الكلام. وبعد شوية كده واحنا ماشيين شفنا كده واحنا ماشيين قدامنا سينما،
هو لقاني كده ببص على الاعلانات من بره وكنت معجبه بيه، فلقيته كده بيسالني سؤال وبيقول لي هو انتي ما دخلتيش السينما كده من امتى؟ قلت له ياه ده من ساعه ما كنت مخطوب، يجي من حوالي 15 سنه. لقيته ضحك كده وقال لي ياه ده كتير قوي قوي. ايه رايك طيب ندخل نتفرج على فيلم حلو كده؟ انا لقيت نفسي فجاه بقول له ماشي، وطبعا وافقت من غير اي تفكير. ولما دخلنا السينما كانت فاضيه خالص، بصراحه ما كانش فيها اي حد. وشفت الشاب ده راح مدي الراجل اللي شغال في السينما دي حوالي كده 10 أو 15 جنيه. فقلت له هو انت بتدي الراجل ده فلوس ليه؟ لقيته بيقول لي هتشوفي الفلوس دلوقتي هتعمل ايه. المهم دخلنا وقعدنا علشان نتفرج، وانا سكت بقى وخلاص وقعدنا. وعلشان نتفرج على الفيلم طلع حلو قوي، بس كان فيه يعني شوية مشاهد اللي هي بتحرك المشاعر غصب عن الواحد، يعني مشاعري اتحركت. وكمان الشاب ده لقيته بيحاول يتقرب مني، وبعدين الحركات اللي بيعملها خلت المواضيع ما بيننا بقى متطورة على الآخر. وبعدين قال لي ايه رأيك احنا هنغير المكان وهنطلع فوق على الكراسي دي اللي هي بتبقى في البلكون بتاع السيما. اللي بيدخل السيما طبعا هيكون فاهم كلامي. انا قصدي يعني الكراسي دي بتبقى محطوطة بسور خشب كده، بحيث ان الناس اللي بتقعد في الاماكن دي بيكون ليها خصوصية خاصة، بيكونوا قاعدين كده لوحدهم وبيبقوا قاعدين براحتهم. فانا قلت له ماشي، ورحنا قعدنا في المكان ده. وبعد ما قعدنا في المكان براحتنا فضل ان هو يتقرب مني لحد ما حصل بينا زي المتجوزين بالظبط. انا وقتها ضعفت وسلمت له نفسي، علشان بصراحة كان بقالي 8 شهور ما حصلش اي حاجة ما بيني وما بين جوزي. وكمان العامل اللي شغال في السينما للأسف كان شايف كل حاجة وساكت، ما هو علشان طبعا واخد فلوس. وطبعا أنا فهمت بقى وقتها إن هو متعود على كده من زمان. وبعد كده طلعنا من المكان واحنا ماشيين قال لي بقولك ايه رأيك في اللي حصل؟ ابتسمت كده بطريقة مش طبيعية وقلت له حلو. قال لي خلاص كده ولا انت عايزة تاني؟ قلت له لا، المفروض يبقى في تاني ولا ايه؟ قال لي براحتك اللي انت عايزاه. طب ايه رأيك بقى نركب اي مشروع ونروح على البيت عندي؟ قلت له لا، احنا هنركب تاكسي يعني، انا ما بحبش اركب مشاريع وكده. قال لي ماشي براحتك اللي يريحك. ولقيته بيقول لي معلش انا ما معيش اي فلوس للتاكسي، لان كل الفلوس اللي كانت معايا خلصوا في السين ومش هينفع ان انا اركب تاكسي. قلت له لا مش مشكله، ورحت مطلعه 50 جنيه من معايا واديتها له. ولقيته يعني بيتردد ان هو ياخدها، بس انا قلت له مش مشكله، بعد كده بقى انت بحاسب، علشان يعني كنت مستعجله ان انا اروح معاه. وبعدين ركبنا التاكسي ورحنا على المنطقة اللي هو كان عايش فيها. المنطقة دي كانت فاضية خالص وهادية جدا. ونزلنا من التاكسي قدام باب العمارة بالظبط وطلعنا على الدور التاني بتاعه. وقتها بقى أنا كنت فرحانة جدا، ودخلت الشقة وأنا مش مصدقة نفسي. وبعد ما قعدنا لقيته فجأة جه قعد جنبي وفضل يهزر وفضل يتعامل زي ما كنا في السينما بالظبط. بس فجأة وأنا قاعدة كده لقيت إيد واحد تاني عليا. طبعا ساعتها اترعبت واتفاجئت وخفت قوي، بس هو قال لي بقولك ايه ما تخافيش وما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي، وصاحبي ده زي اخويا بالظبط، وهو اصلا صاحب الشقة، وما ينفعش يعني انك تزعلي منه او تزعليه. ولقيت صاحبه بيقول لي احنا الاتنين هنخليكي تحبي الموضوع ده، واحسن لك تمشي معانا زي ما احنا بنقولك وانتي هتتبسطي. فانا غصب عني حسيت ان انا ما عنديش اي رأي وسكت، وافقت على كلامه. وللأسف حصل اللي ما كنتش متوقعاه في حياتي لحد ما هم تعبوا. بس بعد شوية بعد ما عملت الموضوع ده تاني فهمت من طريقتهم ان هما متعودين على الموضوع ده على طول، وان الشقة دي عاملينها علشان كده، ان هما يتعرفوا على ستات بالصدفة ويجيبوهم هنا ويحصل زي ما بيحصل. ساعتها انا خفت واترعبت لما عرفت الكلام ده، علشان يعني هم عرفوا اسمي وعرفوا انا ساكنة فين. وكمان لقيتهم بيسألوني ان انا معايا فلوس ولا لا. وقتها قلت لهم انا معايا 100 جنيه. قالوا لي ماشي كويسين. ولقيتهم فجأة بيهددوني وبيقولوا لي اعملي حسابك على طول بقى ان انتي تيجي هنا كل يوم 4 من كل اسبوع وتجيبي معاكي 100 جنيه، وكل مرة هتيجي هيحصل نفس الحاجة دي، وإلا بقى هنفضل. ساعتها لما قالوا لي كده عرفت ان انا خلاص وقعت معاهم، وده بسبب ان انا غلطانه وان انا السبب في كل اللي حصل لي ده. دلوقتي انا حاسه بتأنيب ضمير وحاسه ان انا واحده مش محترمه، وحاسه كمان ان انا ظلمت جوزي. فياريت تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. انا اللي وقعت نفسي في الاتنين دول. للاسف هما مسكوني من ايدي اللي بتوجعني وكمان بيهددوني. فياريت تقولوا لي اعمل ايه في المشكله اللي انا واقعه دي. وللأسف القصة دي نصيحة لكل واحدة إنها متتعرفش على أي حد كده في الشارع وخلاص، وتاخد بالها من نفسها وما تأمنش الكلام أي واحد تقابله،
يا ريت كل ست وكل بنت تخلي بالها وتحافظ على نفسها علشان ما تقعش في لا المشاكل تنسوا اللي زي إعجاب دي. الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.